شهدت الجزائر حالة من الحزن والتفاعل الواسع عقب الحريق الذي اندلع داخل مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية بالعاصمة الجزائرية صباح اليوم الخميس، والذي أسفر وفق الحصيلة الرسمية المعلنة حتى الآن عن وقوع وفيات وإصابات في صفوف الأطفال خاصة. وعقب الحادث الأليم سارعت مختلف الجهات الرسمية إلى متابعة الوضع ميدانيا، فيما واصلت مصالح الحماية المدنية عمليات الإطفاء والإنقاذ، ونقل المصابون إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم. كما وشهدت منصة التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من التضامن، حيث عبر آلاف الجزائريين عن حزنهم وقدموا تعازيهم لعائلات الضحايا مع دعوات بالشفاء العاجل للمصابين. وطلب كثيرون بكشف أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. وفي المقابل تؤكد الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب والملابسات، ولم تعلن حتى الآن نتائج رسمية بشأن سبب اندلاع الحريق. وسنوافيكم بكل جديد مشاهدينا فور صدور أي بيانات رسمية أو مستجدات حول هذه القضية، فلا تنسوا متابعة القناة وتفعيل زر التنبيهات لمواكبة آخر الأخبار أولا بأول.